مساء الخير، أهلا بحضراتكم جميعا متابعين قناة الحقيقة مع بطل. أهلا بكم. أحداث العالم ملتهبة حقيقة. العالم به كم من الأحداث التي تشير إلى اقتراب الحرب العالمية. حرب العالمية النووية دي واحد، رقم اتنين حرب الغذاء. يعني ايه حرب الغذاء؟ العالم على حافة المجاعة حقيقة. هتقول لي يعني ايه حافة المجاعة؟ اقول لحضرتك النهارده ان اسعار الغذاء في اوروبا تضاعفت الى 4 اضعاف. ايه السبب في ذلك؟ السبب في ذلك انقطاع الغاز والنفط الروسي نظرا للعقوبات الغربية والامريكية على روسيا، مما سبب رفع الاسعار، ضعف الصناعات، الزراعة، كل شيء النهارده في العالم متقدم وبيشتغل بداية تشغيله كلها نعلم بالغاز وبالنفط. طيب النهارده الغرب منع تصدير الغاز والنفط من روسيا كعقوبات على روسيا. ده أثر على العالم الأوروبي. أوروبا حضرات الوضع فيها ملتهب تماما. أوروبا النهارده بنقول إن الغذاء فيه مشكلة، تضاعف إلى 4 أضعاف السعر اللي كان عليه ما قبل الحرب، لأن النهارده الوضع أصبح سيء جدا بسبب عدم الاستيراد والتصدير. طيب بالنسبة للقمح، كان القمح الأوكراني، أوكرانيا كانت بتغذي 40% أو بتصدر 40% من القمح بتاعها، كان بالنسبة للعالم كله. النهارده القمح في أوكرانيا مفيش موانئ للتصدير. طب إيه السبب في ذلك؟ سبب العقوبات الأمريكية والغربية على روسيا. طيب روسيا ملهاش ذنب. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لحضرتك امريكا السبب في الكلام ده كله. امريكا بتضحي، خد مني دي، امريكا بتضحي بالعالم الاوروبي في سبيل ان هي تكسر شوكة روسيا، وبتتهم روسيا ان هي السبب في الكساد والوضع والغلاء العالمي والمجاعه اللي هتحصل عالميا قريب. بيتهم روسيا بيها. طب ما انتوا اللي فرضتوا عليها عقوبات، طب ما انتوا اللي جبتوا دول الحلف اكتر من 40 دوله وتحالفتم وفرضتوا عقوبات بعدم تصدير غاز ونفط وسلع غذائيه من روسيا. النهارده بيقولوا روسيا السبب. من الاخر العالم النهارده عايش على الاحتياطي، فتح الاحتياطي بتاعه ايا كان، من غاز، من نفط، من سلع غذائيه، جميع انواع السلع الغذائيه. كل دوله لها احتياطي شايلاه للظروف، اللي نقول ظروف حرب، ظروف وضع زي الوضع القائم. ابتدى العالم النهارده يشتغل من الاحتياطي ايا كان، احتياطي نفط او غاز، احتياطي طاقه او احتياطي غذاء. ده الوضع النهارده العالمي السيء جدا. وبرضه مع المعلوميه لحضراتكم، ابتدت النهارده دول الحلف ابتدت تغسل ايديها من اوكرانيا بعد ما كانوا بيمدوها بالاسلحه والاسلحه المتطوره والذخيره والمعلومات وخلافه. كل ما حضراتكم شايفين ابتدت كل دوله النهارده تقول لك لا، انا ايه اللي عائد عليا؟ انا النهارده تدمر اقتصادي بسبب الحرب. الاسلحه اللي انا كنت شايلها للقتال وللعمليات انا بعتها لاوكرانيا، انا استفدت ايه؟ الحاجه الثانيه ابتدوا النهارده يقرروا. النهارده في بتاع ماكرون بيلتقي ببوتين، يقال ان هو قال لك احنا هنبعت مساعدات طبيه، مساعدات غذائيه، للوضع الشتاء القارس والوضع المميت والقاتل في اوكرانيا. ادي النهارده الوضع، وبوتين ينتظر حرب الشتاء ويجهز لحرب الشتاء. برضو حاجه عايز اقولها لحضراتكم عليها، النهارده في 5 قنابل بريديه اتفجروا او ارسلوا الى اسبانيا. يعني ايه قنابل بريديه؟ عباره عن طارق بريدي بيروح من مجهول لمكتب بريدي ما وبيتم فتحه. البريد بيبعته مثلا، ده طارق جاي باسم فلان فلاني في المقاطعه او المحافظه او المكان الفلاني، بيبعته بيجي يفتحوه بينفجر فيهم. بيمتاز بذلك روسيا، بتمتاز بهذا العمل، فبيتهم روسيا. 5 قنابل بريديه تم ارسالهم الى اسبانيا. الاولى كانت في السفاره الامريكيه او البريد، والثانيه كانت في السفاره الاوكرانيه، والثالثه كانت في قاعده جويه بالقرب من مدريد، ورقم 4 كانت لرئيس الوزراء الاسباني، والخامسه كانت في شركه تصنيع اسلحه
اذا ابتدت الاتهامات. طب مين اللي ممكن يعمل كده؟ ممكن اوكرانيا تعمل كده عشان دول الحلف ان هي تبتدي تتقدم او تشترك في الحرب، زي ما وضع الصاروخين اللي تم تغيير اتجاههم، اللي قال لك دول الروس ضربوهم على بولندا، واتضح في الاخر ان هم اصلا طالعين من الاراضي الاوكرانيه. فممكن يكون الكلام ده، يعني ممكن يكون ان بيتهموا روسيا بذلك، وما تكونش روسيا، تكون اوكرانيا، لان اوكرانيا بتحاول تشد او تجر الدول الحلف ان هي تحارب روسيا. ولكن في النهايه 5 قنابل بريديه في صناديق بريد او في طرد بريدي راحت ال5 اماكن اللي قلت لحضراتكم عليها دول، وفعلا ناس اصيبت منهم، وناس اتفجرت من البريد المفجر، او البريد اللي هو القنابل البريديه دي. والاتهام او اصابع الاتهام الان تشير الى روسيا. مش عارفين الفتره اللي جايه، ربنا يحفظنا ويحفظكم ويهدي العالم ويهدي الدنيا ويهدي امريكا. سبب دمار العالم امريكا. لما انا بقول كده، امريكا النهارده بتسعى لمصالحها على جثث الابرياء. امريكا النهارده بتضحي بالدول الاوروبيه في مقابل ان هي تدمر روسيا. امريكا النهارده بتبيع اسلحه لدول العالم كلها، اقتصادها بينتعش، والعالم الاوروبي للاسف الشديد بينهار. للاسف الشديد بينهار. دي امريكا اللي هي سبب من اسباب مشاكل ودمار العالم. اشكركم، واللي ما اشتركش في قناتي ادعو حضراتكم للاشتراك، وعشان القناه تكبر بحضراتكم وانقل لحضراتكم بكل جديد. اشكركم، وتحيا مصر مليون مره. شكرا.